كان مسافر لوحده في الصحراء من غير لا بابا ولا ماما ولا حتى اخواته. وكان زمان ما كانش فيه مواصلات ولا اتوبيس، كان ماشي على رجله. على رجله يا ميس؟ كان ماشي على رجله وتعبان خالص 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 في الصحراء. والحجر هيقول لنا الحكايه بتاعته. يلا بينا يا اصحابي نعرف اسمه ايه وحكايته ايه وحصل معاه ايه. يلا بينا. ممكن نرجع لورا لو سمحت. يلا بينا. اسمع. اهلا وسهلا بيكم يا حلوين. اكيد كلكم مستغربين ومش عارفين اللي قدامكم هو مين. تعالوا احكي لكم قصتي، ركزوا وخليكم معايا رايقين وسامعين. انا الصخرة الأقوى ثابت زي الجبل متين، بين صخور تانيين موجود وسطهم مع بعض كلنا عايشين مبسوطين. اسمع عني صخرة قوية الزيت المقدس اتدلق عليا. اسمع عني حكايات كتير صخرة قوية من آلاف السنين. اسمع عني في الأحلام شفت مع يعقوب السلم في المنام. يعقوب أخدني من صخور الدنيا كلها وكنا مع بعض في البرية وقتها. أنا حزين أيوة أنا حزين، أوه بعدت عن أصحابي أنا حزين. أوه يعقوب أخدني من صحابي عشت معاهم ذكريات، بقيت وحيد وأنا في مكان جديد. اسمع عني صخرة قوية الزيت المقدس اتدلق عليا. اسمع عني حكايات كتير صخرة قوية من آلاف السنين. اسمع عني الأحلام شفت مع يعقوب السلم في المنام. اسمع عني صخرة قوية الزيت المقدس اتدلق عليا. اسمع عني حكايات كتير صخرة قوية من آلاف السنين. اسمع عني في الأحلام شفت مع يعقوب السلم في المنام. إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ وإيه اللي نازل فوق راسي؟ اهدى وما تخافش، انا مش هأذيك ولا هضرك. مش هتضرني إيه بس؟ وإيه كمية الزيت اللي نازلة على دماغي دي؟ انت متضايق قوي كده ليه؟ مع ان اليوم جميل ومميز وكمان مش عادي. يوم جميل فعلا وكله زيت. ده أنا متضايق جدا. يعني إيه أبقى قاعد وسط الصخور والحجارة أصحابي ومتجمعين مع بعض ومرة واحدة ألاقي صاحبك ده أخدني من وسطهم؟ لا وإيه؟ مش كده وبس، ده كمان حطني تحت راسه وعاملني معاملة المخدة ونام وراح في سابع نومة ومش عايزاني أتضايق. وبعدين انتوا إيه اللي جابكوا في الصحراء بتاعتي؟ من غير اي استفسار انا قصتي مليانة اسرار. فكر بس الحل بسيط وامسك انت بداية الخيط. انا مقدس عن اي زيت محبوب جدا والسر بسيط. انا مقدس عن زيت البيت انا معروف لاني زيت. مش هقدم نفسي كتير مش هكتر في الكلام. بيتقال عني حكايات زي يعقوب قبل ما ينام. أنا مش زيت عادي، أنا في الكنيسة أساسي. في المذبح والمعمودية خلي بالك أنا غالي. من غير أي استفسار أنا قصتي مليانة أسرار. فكر بس الحل بسيط وامسك أنت بداية الخيط. بص يا سيدي، أنا موجودة مع صاحبي يعقوب. تعال أعرفك حكايته. يعقوب كان عايش مع باباه إسحاق ومامته رفقة وأخوه التوأم عيسو، وكانوا مبسوطين خالص. وفي يوم إسحاق نده على ابنه يعقوب وبعته يسافر عند خاله اللي كان عايش في بلد تانية بعيدة عنهم خالص خالص.
وكان لازم يعقوب يمشي مسافة طويلة جدا علشان يوصل له. طب أنا مالي بقى؟ وإيه اللي دخلني أنا في الموضوع ده؟ استنى بس، ما أنا بقولك واحكي لك أهو. يعقوب مشي في وسط الصحراء مسافة طويلة قوي لحد ما الشمس خلاص روحت والدنيا هتبقى ضلمة ومش هيعرف يشوف الطريق. فيعقوب بص حواليه ما لقاش أي خيمة أو مكان ينفع ينام فيه، والدنيا حواليه كانت فاضية، صخر ورمل في كل مكان، وهو ماشي لوحده من غير بابا ولا مامته ولا حتى أخوه كمان. يا حرام بجد، ده زمانه قلقان وخايف قوي، وكمان الصحراء بالليل مخيفة، ده كان لازم ينام ويرتاح. بالظبط كده، يعقوب كان لازم ينام ويرتاح، وفضل يدور على حتة ينام فيها أو حتى مخدة يسند راسه عليها، لكن يا حرام مفيش خالص. دور في كل حتة لحد ما لقاه، أخدك وحطك تحت راسه ونام. انت هتحكي لي على اللي حصل فيا؟ ده أخدني من وسط أصحابي وحط راسه عليا وبص على السماء والنجوم ونام في سابع نوم. في الضلمة خليك مطمن، ربنا مش بيسيبنا. لو كنت حازم في يوم نرمي عليهم. في الضلمة خليك مطمن، ربنا مش بيسيبنا. لو كنت حازم في يوم نرمي عليهم. الوحدة صاحبنا، في التعب عيلتنا، في الحزن فرحتنا، وفي الخوف أملنا. الوحدة صاحبنا، في التعب عيلتنا، في الحزن فرحتنا، وفي الخوف أملنا. عايز أشوفك يا ربي تملى قلبي سلام، زي ما يعقوب لما شافك قلت له أنا معاك. عايز أشوفك يا ربي تملى قلبي سلام، زي ما يعقوب لما شافك قلت له أنا معاك. الوحدة صاحبنا، في التعب عيلتنا، في الحزن فرحتنا، وفي الخوف أملنا. الوحدة صاحبنا، في التعب عيلتنا، في الحزن فرحتنا، وفي الخوف أملنا. تعالى بقى احكي لك ايه اللي حصل بعد ما نام. يعقوب بعد لما نام ظهر له رب الملك في حلم حلو قوي قوي، وسلم طويل واصل من السماء للارض وعليه ملائكه طالعه ونازله، وكان يعقوب مبسوط قوي قوي. يعقوب، أنا الرب إله أبيك إبراهيم وإسحاق. الأرض اللي أنت نايم عليها ديت هديها لك أنت وأولادك اللي هيكون عددهم كبير جدا ومباركين، وأنا هحافظ عليك دايما في كل حاجة بتعملها، وهكون معاك وأرجعك لبيت باباك بسلام. إيه ده؟ إيه جمال السماء والملائكة اللي أنا شفته في الحلم ده؟ ويا سلام على كلام ربنا الجميل اللي قاله ليا. فعلا إنه الرب في هذا المكان. ربنا موجود في المكان ده، هو كلمني وطمني. المكان ده مش عادي، أنا مش عايز أمشي من المكان ده، ده لازم يكون مكان مميز. أنا هاخد الحجر الجميل اللي كنت نايم عليه وشفت الحلم ووقفه زي العمود، وكمان هصب عليه من قارورة الزيت علشان الحجر ده يكون مقدس، وهسمي المكان بيت إيل، يعني بيت الله. مش بس كده، ده يعقوب كمان وعد ربنا وعد وقال: يا رب أنا لو وصلت ورجعت من السفر بالسلامة وأنت يا رب حافظت عليا، المكان ده هيكون بيتك. وفعلا يا بمبم يعقوب كمل مشواره لحد ما وصل عند خاله بالسلامة. قولي بقى، انت لسه زعلان من الزيت اللي نزل عليك؟ لا زعلان إيه بقى؟ ده أنا بقيت مقدس وبقيت مش زي أي حجر تاني. أنا الحجر اللي نام عليه أبونا يعقوب وشاف عليه أجمل حلم. أنا هفضل الحجر المميز في بيت إيل. أنا صخرة حصلت معايا مغامرة، حصلت لي وأنا في الصحراء مع الزيت سوا. يا حرام يعقوب مسافر تعبان، رجلي تعبه وجعان، بالليل وكان بردان. لما سافرت وسمعت كلام بابا ونجرت في الصحراء لوحدي قاعد في الضلمة، أنا بعمل إيه؟
الجنود انا شايف، انا سامع صوته مش خايف، انا الرب معاك. لما سافرت وسمعت كلام بابا واجرت في الصحراء لوحدي قاعد في الضلمة، انا بعمل ايه؟ ربنا اختارني ومن فوق السلم ظهر لي وباركني وقال لي هيكون نسلك مالي ارضي.